يتقال العمل ويرسم أسباب عمل حتى وإن كنا في البلد عرف عدة انكسارات من خلال تجارب، وهذا أثر سلبا في علاقاتنا مع المحيط العام بين التعليم والتربية التي ينبغي أن تكون أن نتعداها من خلال ما يفرضه علينا القانون البلدي 90/10 أو القانون المجدد 20/10/11 الذي أفرد فصل خاص بتكفل بالمدارس، وخاصة أدخل قضية التكفل بالمطاعم ومضار صيانتها والتجهيز. في الحقيقة هي كانت مواد أو ربعات تكفل بالجانب تربط العلاقة ما بين المجلس البلدي كمجلس وبين قطاع التربية والتعليم. إلا أنني أنا في تصور اعتقادي أن المجلس البلدي يفترض أنه يتعدى هذا الأمر. لماذا بالمنع أننا نفكر في الجانب البيداغوجي والنتائج المتوصل إليها حاليا والتي لا يظهر الكثير منها، خاصة التي تنعكس سلبا على بلائنا. من مانع أن يكون المجلس المنتخب بالنسبة لي أنا وإن كنت أعتبر وجها على جماعة التعليم الذي خريج إدارة أحتاج جماعة التعليم، يفترض أن نتعدى بالعقل نتعدى قضية التجهيز ونفكر في القضية البيداغوجية وكيف نطور الأداء بالنسبة للمعلم وكيف نستطيع أن نصل إلى مردود جيد ينعكس انعكاسا إيجابيا في النتيجة. أجدد ترحابي بكم. ثانيا نغتنم الفرصة أيضا أننا ارتئينا من خلال جلسات مع إخواننا المدراء وبعض المعلمين أن نبي توصى أيضا، لأنه يخاطب من خلال المعلمين من خلال أنتم المدراء أيضا اجتهدنا اجتهاد والمجتهد يخطئ ويصيب. اجتهدنا بأن نكرم المدارس التي حادت على نسبة اليوم التفكير يكون يمس المعلم مباشرة. في هذه شوية منها نسأل الله أن يتقبلها منا.